فلاح إبراهيم الفراجي، أسكن مدينة الرمادي جزيرة البوفراج. مقتل الجنود كانت سيارتين في وقت الصباح مرت من هناك فأوقفتهم السيطرة الأولى، فلم يخضعوا للتفتيش ولكن مروا مسرعين، فصرخوا علينا أن هؤلاء من الجيش فعليكم أن تبادروا برميهم، فبادرنا أنا والمجموعة التي معي برمي هؤلاء الجنود وتم قتلهم. ثم بعد ذلك قام أحد الأشخاص بجمع هويات المجنى عليهم ومعهم مبالغ مالية أعتقد أنها كانت رواتبهم التي استلموها، فقمت بتسليمها إلى محمد خميس أبو ريشة. مواليد هلال داية، مواليد 1990، انتميت إلى تنظيم القاعدة في سنة 2013 في ساحة اعتصامات الرمادي عن طريق أبو عثمان ومحمد الخميس. قمنا بها استهداف الجنود الخمسة على الخدمة والفراج قريب على الساحة والمظاهرات عن طريق أبو عثمان ومحمد الخميس. فإحنا اليوم الأنبار أصابها نفير عام، والله المجازر اللي صارت بديالى البارحة وبغداد لن تمر بسلام أبدا. ما عندنا شيء بعد نخسره، ما نقبل وجود الجيش بالأنبار بعد. هذا الشيء أصبح بتاتا قاطعا ما يتناقشون عليه اثنين. خلاص العشائر المتوحدة وابناء العشائر المتوحدين والمقاومة وجميع الفصائل وجميع المسلحين في محط الأنبار اليوم انتفضوا على الجرائم التي حصلت يوم أمس في بغداد. رئيس الوزراء أكد أن القصاص العادل سوف ينزل بحق من ارتكب هذه الجريمة. هذه الساحات ساحات القاعدة وحزب القاعدة وليس ساحات مطالب. أمس مر بي طيف وشفت الأعزال، أمس مر بي طيف وشفت الأعزال، وكن برض المقابر كثرت شوفي، كن برض المقابر كثر الشوفي، حين عيون صدت والقلب شاف، حين عيون صدت والقلب شاف، عدي شفت على